اهلا بكم في قناتنا. وقبل ما نبدا الفيديو الجامد بتاعنا هطلب طلب صغير من كل المتابعين بتوعنا انهم يعملوا لايك ويشتركوا في القناه ويفعلوا زر الجرس عشان يوصل لهم كل جديد من ملخصاتنا، وما تنسوش طبعا تصلوا على النبي. ويلا بينا نبدا الفيديو الجامد بتاعنا. وبتبدا حلقتنا وبنشوف هارتور وهو بيتكلم مع الشبيه بتاعه وبيقول له انا النهارده وانا في مكانك في المدرسه دخل عليا موظف وقال لي عندك امتحان بكره وده عشان تقييم قدراتك السحريه ونشوف هتعرف تبقى معانا في المدرسه ولا لا. وهنا هارتور بتجيله فكره رائعه وبيقول للشبيه ان دي فرصه حلوه قوي انه يروح الامتحان ويجيب درجات وحشه ويسقط، وبكده هم هيمشوه من المدرسه. وبيروح بعدها المدرسه وبيكون متوتر جدا من الامتحان لحد ما بيجي من المدرسه وبيشوفوه بيقولوا له يا هارتور احنا بندور عليك عشان عندك امتحان دلوقتي. وفعلا المدرس بياخد هارتور الفصل عشان يمتحن، وهارتور بيكون متوتر قوي عشان هو مش بيحب المدرسه وبيقول انا هعمل اي حاجه عشان اسقط في الامتحان ده، انا لازم امشي من المكان ده هنا اصلا. وفعلا على طول هارتور بيقعد في مكانه والمدرس بيديله ورقه وبيقول له ان الامتحان ده بيكون عباره عن مسائل بسيطه جدا الطبيعي ما يكونش فيها مشكله ليه. وهارتور بيقول لنفسه هو مش فارق معاه لو الامتحان سهل او صعب، هو يكتب كل الاجابات غلط عشان يسقط. وفعلا هارتور بيبدا يكتب اجابات غلط بس بيشوف سؤال في الامتحان عن السحر القديم وبيفتكر ان هو زمان كان بيروح المكتبه وبيقرا كتب كتير قوي عن السحر القديم. وفعلا الاسئله بتعجبه قوي ومش بياخد باله هو بيحل صح وبيسلم الورقه للمدرس. والمدرس بيقول لهارتور تعالى معايا عشان هنقيس قدراتك السحريه. وهارتور بيرد عليه وبيقول له ان السحر بتاعه بيكون في المستوى الثاني ومش محتاج انه يروح يقيسه. المدرس بيرد عليه وبيقول له دي اجراءات ولازم تحصل. وفعلا هارتور بيروح مع المدرس وبيقول دي فرصه حلوه قوي لانهم اول ما يقيسوا قوته السحريه هيعرفوا انه ضعيف ويمشي من المدرسه. وفعلا هارتور بيروح مع المدرس عند اوضه غريبه قوي وبيلاحظ ان في حد بيكلمه بس هارتور مش بيكون شايفه وبيدور عليه لحد ما بيشوف بنت صغيره جدا بتتحرك شمال ويمين وبتقول له يا هارتور انا بقالي كتير قوي مستنياه. وهارتور بيستغرب جدا وبيقول البنت الصغيره دي ازاي هنا في المدرسه، بس على طول بيعرف ان البنت الصغيره دي بيكون اسمها تايرا وهي بتكون مدرسه في اكاديميه السحر وبتكون متخصصه في السحر القديم. وهارتور بيستغرب جدا وبيقول شكل كده البنت دي مجزعه جدا، ولكن بيتفاجئ ان البنت تيرا بيكون عندها سحر بيساعد انها تقرا افكار الناس. وبتقول لهارتور خلي بالك بقى انت لو عملت اي حاجه ما عجبتنيش انا ممكن اطردك من المدرسه خالص وما خلكش تدخل المدرسه تاني. وهارتور ما بيصدق وبيقول لها انت بتتكلمي جد ولا ايه؟ والمدرسه بتكون مستغربه جدا وبتقول هو ليه متحمس قوي كده انه يمشي من المدرسه، والمفروض الاطفال تخاف لما تسمع الكلام ده. بعدها بقى البنت بتاخد ورقه الامتحان من المدرسه وبتشوف اجابات هارتور وبتكون مستغربه قوي وهي بتقول لهارتور انه يقف قدام الكريستاله السحريه عشان هي اللي هتقيس قوته السحريه. فعلا هارتور بيقف قدام الكريستاله وبيستخدم قوته السحريه، وهتحصل المفاجاه لما الكريستاله بتنور جدا بشكل قوي والمدرسين بيكونوا مستغربين وكمان من قوه هارتور السحريه الكريستاله بتتكسر. وهارتور والمدرسين بيكونوا مستغربين جدا وهارتور بيكون واقف ومش فاهم اي حاجه وبيقول انا شكلي كده وقعت في مشكله كبيره عشان كسرت الكريستاله. وهارتور بيستغرب قوي من رد فعل المدرسه وبيشوفها وهي فرحانه قوي عشان هارتور عرف يكسر الكريستاله، وبتقول ان معنى كده ان قوه هارتور السحريه قويه جدا لدرجه ان الكريستاله ما قدرتش تستحمل واتكسرت من قوته. وكمان بتقول ان هي بتشوف اجاباته عن السحر القديم قالت له انها كانت ممتازه وزي ما هي كانت عايزه بالظبط، وكمان نفس الاجابات هي اللي كتبتها في كتابها. وهارتور بيكتشف ان الكتاب اللي هو كان بيقراه في المكتبه زمان عن السحر هي اللي كتبته. والمدرسه هنا بتكون فرحانه جدا بهارتور وانها قررت انه هيكون التلميذ بتاعها هنا في المدرسه ومفيش حد هيقدر يمشيك منها. بس هارتور لما بيسمع الكلام ده بيكون متضايق جدا وعلى طول بيمشي يروح اوضته وبيبدا يكلم شبيهه وهو متضايق وبيقول احنا فشلنا في مهمتنا النهارده، ولكن مش هيستسلموا وهيهربوا من المدرسه. وبيعدي شويه ايام وهارتور بيكون محتاج يروح المدرسه بتاعه السحر، بس المره دي بيبعت شبيهه وبنعرف ان شبيه هارتور مش بيستخدم السحر. وعلى طول بتيجي شارلت وبتديله مسدس وبتقول له ان السلاح ده هينفعك عشان تدافع عن نفسك في اكاديميه السحر. بس شبيه هارتور بيكون متضايق جدا وبيقول انا مش عايز اروح المدرسه، وبيكون فعلا شكله حزين بس مش بيكون قدامه اي اختيار تاني غير انه يروح المدرسه، وهو اصلا بيكون مش طايق نفسه. ولما اليوم الدراسي بيخلص بيقوم يجري عشان يروح وبيقول انا خلصت الواجبات اللي عليا وانا خلاص هروح البيت. بس لما هارتور بيكون بيجري بيقابل قدامه طالب وسيم جدا وشكله مشهور، ولما هارتور بيشوفه بيخاف قوي بيقول ان الولد ده شكله هيوقعه في مشاكل كتير جدا وبيبدا يمشي جنب الحيطه عشان محدش ياخد باله منه. بس على طول الطالب الوسيم ده بياخد باله من بنت جميله قوي بشعر ابيض وبينادي عليها، وهارتور بيقول حلو جدا ما خدش باله مني، وبيكمل مشي ومش بياخد باله ان البنت اللي قدامه دي اول لما بيشوفها بيشوف ان هي نفس البنت اللي انقذها قبل كده. والطالب الوسيم بياخد باله المره دي من هارتور وبيكون متضايق جدا وبيبدا يتنمر عليه هو والبنت وبيقول لهم ازاي تعدوا من
من قدامي من غير ما تسلموا عليا وتركعوا قدامي. وبنعرف ان الطالب ده اسمه شندر وبيكون ابن المدير، وبيبدا يزعق لهم والبنت بتبدا تتاسف له وبتقول له انها جديده في الاكاديميه وما تعرفش القواعد بتاعتها. وفعلا شندر بيسامحها، بس المره دي بيروح يكلم هارتور وبيقول له ايه حجتك، وهارتور بيبقى واقف ومش عارف يعمل ايه. بس هارتور على طول بتجيله فكره عبيطه كده وبيقول معلش اصل بطني وجعاني جدا ولازم امشي بسرعه عشان اروح الحمام. طبعا الحركات دي مش بتدخل دماغ شندر وبيتضايق جدا وبيستخدم السحر وبيهجم عليه. وهارتور هنا بيحاول انه يهرب منه، بس شندر بينجح انه يضربه جامد، والضربه دي بتبقى جامده جدا وبتيجي في ظهره، وبيقول له ده هيعلمك الادب وانك تحترمني تاني لما تشوفني. وهارتور بيقوم من على الارض من غير اي مشاكل وتقريبا مش بيحس بالضربه. وشندر اول لما بيشوف هارتور واقف ومش بيتألم من الخبطه بيتضايق جدا وبيقول ازاي الواد ده مش بيستحمل الضربات السحريه. وهارتور بياخد باله من كلام شندر وبيبدا يستعبط وبيقول يا ظهري الوجع صعب جدا مش قادر استحمل. فشندر بيعرف ان هارتور بيتريق عليه، فعلى طول بيستخدم كل قوته السحريه في الهجوم على هارتور وتقريبا بيحاول يقتله. وهارتور على طول بيزق البنت اللي جنبه عشان يحميها وبيطلع المسدس من جيبه وبيضرب شندر في كتفه. وعلى طول في الدوشه دي ومن غير ما حد ياخد باله منه طلع يجري قبل ما يحصل له مشكله اوحش من كده. وفعلا اول ما شبيه هارتور بيروح البيت بيبدا يحكي لهارتور عن اللي حصل وبيقول له انه مش عايز يروح المدرسه تاني وشكله بيبقى متبهدل جدا. وفعلا بيصعب على هارتور وبيقول له روح انت ارتاح وانا هتصرف في المشكله دي. وتاني يوم بتيجي بنت بتدي جواب لهارتور وبيكون مكتوب في الجواب ان شندر بيتحدى هارتور في مبارزه سحريه. والبنت اللي جايبه الجواب بتقول له انه ما ينفعش يرفض المبارزه عشان لو هارتور رفض هيجيب العار لاسم العيله بتاعته كلها. وفعلا هارتور بيفتكر وبيقول ان خصمه بيكون ابن المدير وبيكون في مشكله كبيره ومش عارف يعمل ايه. لكن هارتور بياخد باله من الشاشات السحريه من البنت ام شعر ابيض اللي كانت معاه في المدرسه، وهي بتركب العربيه مع الطالبه وبتروح بيت شندر. واول لما شندر بيشوف البنت بيكون مستغرب جدا وبيقول لها ايه اللي جابك هنا. والبنت بتتاسف له وبتقول له ان المشكله كلها بتكون بسببها، وبتنصح شندر وبتقول له انه ما يخشش المبارزه دي عشان هو بيكون مصاب. وفعلا شندر بيحس ان كتفه بيوجعه قوي وعشان كده بيقوم يضرب البنت اللي واقفه جنبه وبيزعق لها وبيقول لها انت معالجه فاشله قوي ولازم نلاقي حد غيرك. وهارتور بيكون قاعد على الشاشات السحريه وبيتفرج عليه وبيقول شندر ده متنمر. وفعلا بنشوف شندر وهو بيشتم البنت، والبنت بتكون انسانه طيبه وبتتاسف له وبتقول له انا مستعده اعمل اي حاجه عشان تسامحني. بس شندر بيكون شخص مش كويس وبيستغل البنت وبيقول لها تقلع هدومها قدام الناس عشان يسامحها وبيجبرها تعمل كده. وهارتور بيتفرج على الشاشات السحريه وبيستغرب جدا وبيتضايق من شندر ومش بيقدر يقعد في مكانه اكتر من كده وبيتحرك. وعند شندر النور بيقطع عليهم وبيظهر امير الظلام اللي بيجيب فوطه كبيره وبيديها للبنت وبيقول لها تغطي نفسها وهو هيحميها. وشندر بيكون مش فاهم حاجه وبينده على كل الناس بس محدش بيرد عليه. وعلى طول هارتور بيظهر قدامه وبيقول له كل ده بيكون السحر الخاص بيا اللي بيمنع شندر ان اي حد يسمعه. وشندر اول ما بيشوف فارس الظلام بيستخدم السحر وبيهجم عليه وبيستخدم هارتور السحر حوالين جرحه. وشندر بيضغط عليها جامد جدا وبيمنع شندر انه يتحرك من مكانه. وشندر بيقول لفارس الظلام انت عملت فيا ايه؟ وهارتور بيرد عليه وبيقول له انا جاي هنا عشان اعلمك الادب وانت انسان حقير يا شندر وتستاهل كل اللي بيحصل فيك ده، عشان كده انا هخليك عايش في الالم ده ومش هتعرف تتخلص منه. وبيقول لشندر انك لو حاولت تستخدم السحر عشان تشيل الدايره السحريه اللي حوالين كتفك وطبعا كده شندر مش هيعرف يروح المبارزه بكره اللي ضد هارتور وبكره في المدرسه. وهارتور بيمشي وبيسيب شندر على الارض بيتألم واصحابه بيكونوا مستغربين جدا من اللي حصل. وبتروح المعالجه بتحاول تعالج شندر لكنها اول ما بتستخدم السحر بيجيله الم جامد جدا ومش بيقدر يستحمله وبيكون متضايق جدا من فارس الظلام وبيقولوا انه هينتقم منه. وبنشوف هارتور وهو بيروح المدرسه تاني يوم وبيلاحظ كل المدرسين وهم منذهلين جدا ان هارتور عرف يهزم شندر من ضربه واحده منه. وهارتور بيكون مستغرب عشان هو كان فاكر انهم هيبقوا زعلانين وهيرفدوه من المدرسه، بس بيحصل العكس والمدرسين بيمدحوا في قوته. وبيبدا هارتور يتمشى في المدرسه والبنات بتقعد تتفرج عليه وبيقولوا هو ده الطالب هارتور اللي عرف يهزم شندر من ضربه واحده، والبنات كلها بتعجب بيه. وهارتور بيكون مكسوف جدا ومتضايق جدا عشان واحد انطوائي ومش بيعرف يكلم البنات وبيقول انا عايز اروح البيت. لكن المدرسه طيار بتمسكه من هدومه وبتقول له انت رايح فين؟ بس انا عايزاك في حاجه مهمه جدا. وبتقول له هارتور قررت بقى هتنضم معايا للمختبر ولا انت ايه حكايتك بالظبط؟ وبيتاسف لها وبيقول لها انا كنت ناسي الموضوع ده ولسه ما قررتش. وبيحاول يمشي لكن تايرا بتمسكه وبتقول له ما تخافش انا هفكر لك دلوقتي في كل حاجه. وبتقعد في الارض وبتقول له بص يا هارتور المدرسه دي بتنقسم لمنهجين
وانت لازم تنضم لواحد منهم. المنهج الاول بيكون منهج الفرسان، ودول بيروحوا قاعة التدريب عشان يتعلموا استخدام السحر ويطبقوه، واول لما بيتخرجوا من المدرسة بينضموا للقوات الرئيسية وبينضموا لفرسان المملكة. والمنهج التاني بيكون منهج الباحثين، ودول بيتعلموا ازاي يطوروا التقنيات السحرية ويطوروا منها. زي ما طيرة لاحظت من هارتو في الاختبار انه مهتم جدا بالسحر القديم، وبتقول ان اكتر مكان هيكون مناسب ليك هو انك تنضم معايا في المختبر. بس وهما بيتكلموا بيجي على طول ابن الملك اللي بياخد باله من هارترو، وبيروح عشان يسلم عليه وبيقول له انت فين يا راجل، انا بقالي كتير بدور عليك. بس هارترو بيكون مش فاكر خالص، وعلى طول بيمسكه من ايده ويكتفه، وبيفتكر ان هو حد غريب جاي يضربه. لكن بتيجي اخته مريان وبتزعق لاخوها وبتقول له ان دي مش طريقه مناسبه عشان نقابل بيها هارترو. وهنا هارترو اول لما بيسمع اساميهم بيفتكرهم على طول، وبيكون مستغرب جدا ان ابن الملك بيكون طالع له عضلات كتير كده. وبيروح هنا هارترو يكلم مريان وبيقول لها انتوا عايزين مني ايه، وبيرد اخوها عليه وبيقول له يا هارترو احنا دلوقتي بنكون زملاء في المدرسه. وهارترو بيزعق له وبيقول له انا بكلم اختك مش بكلمك انت، ويا ريت ما تردش عليا. ومريان بتسال هارترو انت اخترت المنهج اللي هتنضم فيه ولا لسه، وهارترو بيقول لها انه لسه ما قررش. ومريان بتكون فرحانه جدا وبتقترح على هارترو ينضم معاها المنهج الباحثين. بس الكلام ده بيضايق اخوها جدا وبيقول لها مستحيل ان هارترو ينضم معاكي، اكيد هينضم معايا انا في منهج الفرسان. وبتيجي تيرا وهي متضايقه جدا من رايس وبتقول له هارترو هينضم معانا في منهج الباحثين، والاتنين بيكونوا متضايقين جدا وبيتخانقوا. ورايس بيقول لهارترو مختبر المعلمه بيكون قديم جدا وريحته وحشه، والمدرسه بتكون متضايقه جدا وبتزعق له، والتلاته بيتخانقوا مع بعض. وهارترو بيكون واقف مش عارف ياخد قرار. وبتيجي البنت ام شعر ابيض اللي المدرسه بتزعق لها وبتقول لها انت كمان بتحاولي اغراء هارترو ولا ايه، امشي من هنا يلا. والبنت بتتاسف لها وبتقول لها انها جايه بس تتكلم مع هارترو في موضوع، بس مش بتعرف تقرب منه، والمدرسه بتزعق لها. وهارترو بيستغل الحوار ده عشان يهرب منه، وبيمسك ايد البنت ام شعر ابيض وبيقول لهم معلش يا جماعه البنت دي بتكون صاحبتي وانا لازم اكلمها دلوقتي في موضوع مهم، وهو بياخدها وبيمشوا. والمدرسه بتكون متضايقه جدا، ومريم بتكون متضايقه عشان هارترو بيحب. وفعلا هارترو والبنت بينجحوا انهم يهربوا من المدرسه. وهارترو بيسال البنت وبيقول لها انت عايزه مني ايه، والبنت بتسال هارترو سؤال غريب جدا وبتقول له هو انت فعلا نفس الشخص اللي كان موجود في المدرسه امبارح، عشان حاسه ان شخصيتك اتغيرت تماما. وهارترو اول لما بيسمع الكلام ده بيكون مستغرب جدا، وبيقول شكلها كده عرفت تاخد بالها ما بيني وما بين الشبيه بتاعي. والبنت بتكمل كلامها وبتقول انت امبارح ما كانش عندك اي قوه سحريه، بس النهارده قوتك السحريه بتكون قويه جدا. وهارترو اول لما بيسمع الكلام ده بيطلع حواليهم حاجز دفاعي، وهارترو بيكون مستغرب جدا هو عمل كده ليه، وبيقول انه عمل كده عشان بدأ يحس بالخطأ. وبرضه بيقول البنت دي مش بنت عاديه خالص، والبنت هنا بتكون واقفه ومستغربه من اللي حصل حواليه. وهارترو بيسالها انت بتعرفي تشوفي الحاجز بتاعي، بس البنت بترد عليه وبتقول له انها مش شايفه حاجه بس حاسه بطاقته السحريه. وهارترو بيقول للبنت دي بتعرف تحس بالطاقه السحريه اللي عند الناس، والشخص الوحيد اللي قابلها كانت فلاي لما حست بقوته السحريه لما كان صغير. وهارترو بيسالها هل انت احد الشياطين البنات، وبتستغرب جدا وبتبدا تبص على جسمها وشعرها وهي مش فاهمه اي حاجه. وهارترو بيعرف انها بتكون بشريه عاديه وبيرد على سؤالها وبيقول لها انت فعلا صح في موضوع ان دلوقتي بكون شخص مختلف عن امبارح، بس دلوقتي مش هعرف اقول لك اجابات اكتر من كده. والبنت بتشكر هارترو عشان هو جاوبها على السؤال، بس قبل ما بتمشي بتقول لهارترو ممكن اطلب منك طلب تاني. فالبنت بتشكر هارترو انه قام بانقاذها امبارح بالليل من شنطه، وبتطلب منه انهم يكونوا اصدقاء. وهارترو بيكون مستغرب جدا عشان البنت دي كشفت حقيقته ان هو بيكون فارس الظلام، بس مش بيعرف يرفض طلبها وبيقبل انهم يكونوا اصدقاء. والبنت بتكون فرحانه جدا وبتشكر هارترو وبتقول له ان دي اول مره يكون عندها صديق. وهارترو بيكون مستغرب جدا منها وبيقول لها هي حياتك كانت عامله ازاي الاول من غير اي اصدقاء. فبترد عليه وبتقول له انها لما كانت صغيره ابوها وامها تخلوا عنها، ولما كانت بتروح اي بيت عشان ينتبهوا كانوا برضه بيتخلوا عنها، وده بيكون انها مش بتعرف تتواصل كويس مع الناس. بس في النهايه في شخص اتبنى البنت دي، بس المكان اللي كانوا عايشين فيه كانت قريه صغيره منعزله عن الناس، وطول حياتها ما اتعلمتش تتعامل مع بشر، وهي جايه المدرسه عشان تتعلم دلوقتي ازاي تكون صداقات. وهارترو بيقول لها انت جيتي للشخص الغلط. وهارترو بيقول لها انا بشخص نفسي ان انا شخص انطوائي ما عنديش اي اصدقاء وبعيش حياتي كلها منعزل عن الناس في البيت. والبنت بتفرح جدا لما بتسمع الكلام ده وبتقول له بالعكس انت بتكون شخص مناسب لانه دلوقتي هتتعلم حاجات مع بعض ازاي نكون اصدقاء. وهارترو بيكون متضايق جدا منها ومش عارف يخلص منها ازاي، وبيسالها وبيقول لها انت هتنضم المنهج ايه في المدرسه، فبترد وبتقول له انها تنضم للمختبر عشان تتعلم السحر
السحر القديم، وارترو بيقول شكلها كده ورايا ورايا ومش هخلص منها، وارترو بياخد قرار وبيقول لها انه هينضم معاها للمختبر. وطبعا البنت بتكون فرحانه جدا وبتشكره. وبعدها بنشوف شاولت وليزي وفلاي وهم بيستحموا، وشاولت بتكون زعلانه عشان هارترو راح المدرسه وسابها وما بقاش يلعب معاها. وبنشوف فري وريزي بيتكلموا مع بعض، وبنعرف ان ريزي كانت عايشه لوحدها قبل ما تقابل هارترو، عكس فيرس اللي كانت شغاله مع ملك الشياطين. لكن عكس الملوك اللي فاتوا، ملك الشياطين الاخير كان طيب وكان بيساعد الاخرين، بس عشان سبب غريب جدا قرر ملك الشياطين يحارب الملكه وخسر قدامها. وبتقول ان ملك الشياطين ضحى بنفسه عشان يعود مره تانية ويعيش مع البشر. واسم ملك الشياطين بيكون إيرس، نفس البنت اللي قابلها هارون في المدرسه ام شعر ابيض. وهنا بنكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا النهارده. وقبل ما نقفل الفيديو الجامد بتاعنا هطلب طلب صغير من كل المتابعين بتوعنا انهم يعملوا لايك ويشتركوا في القناه ويفعلوا زر الجرس عشان يوصل لهم كل جديد من ملخصاتنا. وطبعا مش هفكركم تقولوا لي ايه رايكم في الحلقه النهارده. وبس كده، مش حابب اطول عليكم اكتر من كده. اشوفكم الفيديو الجاي، مع السلامه.